افيد ريفيو هتشوفوه النهارده. انا عارفه most of my audience بيثقوا فيا جدا and I highly value their trust، فمش هرشح لكم حاجه اي كلام. هي رينج مصريه من 3 4 منتجات بستخدمهم بقالي اكتر من سنه، وجوكر بيعملوا 100 حاجه. البلاك هيدز والوايت هيدز بيفتحوا الارمبيتس، بيعملوا تقشير وتفتيح عموما لاي منطقه انتوا عايزينها، هشرح لكم دلوقتي وهم ذات رينج. اولا الفيشل واش هو فوم، واهم الكي انجريدينتس اللي فيه الساليسيليك اسيد وتي تري اويل وفيتامين اي وسي. البلند ده بينور البشره، بيخلي سكين نظيفه جدا، بينظف البلاك هيدز والوايت هيدز. انا عن نفسي بشره جافه، هو مينلي لبشره الدهنيه والمختلطه. انا عشان جافه بستخدمه مرتين 3 في الاسبوع، وبعمله كليف اون ماسك، بحطه على مناخيري وعلى دقني، الاماكن اللي بيطلع فيها بلاك هيدز ووايت هيدز، بسيبه دقيقتين 3 وبعدين بغسله. يعني الستايل ده هيخلي ما يطلعلكوش اصلا بلاك هيدز ووايت هيدز تاني. لو عندك بودي اكني، الحبوب اللي بتطلع في الجسم خصوصا في الظهر، او كريتوسيس بايليرس، جلد الوز النقط السوداء الصغيره دي، اغسلي بيه جسمك كله عادي بايدك، مش محتاجه ليفه ولا اي حاجه. ممكن تسيبيه دقيقتين 3 وبعدين تشطفيه بالميه. عن نفسي استخدامي المفضل ليه اني بغسل بيه الارمبيتس كل يوم قبل ما بنام، خصوصا لو حاطه ديودرنت. الديودرنتس منتجات تقيله على البشره جدا، يعني مش حاجه خفيفه، دي بتمنع التعرق، فحاجه بتسد المسام. لو مش مغسول بغسول في بلندز او كومبوننتس معينه هي اللي بجد تضمن لك ان هو اتغسل تماما. بس لو الارمبيتس عندك خلاص بقى فيها تصبغات وشكلها مضايقك، فده احلى بيلينج سولوشن. انا عن نفسي جربته، دي تاني بوتل ليا، كان عندي قبلها بوتل وبقت اكسبايرد من كتر ما هو بنستخدم منه نقطه صغيره. قد ايه افكتيف، بيقعد كتير قوي قوي. ومش بس ممكن تستخدميه على الارمبيتس، ممكن اي منطقه في جسمك فيها تصبغات انت مش حباها، حتى لو بيكيني اريا، حتى لو وشك. يعني هو كوجيك اسيد وجلايكوليك اسيد، فهم البيست بلند للتفتيح والتقشير. بس اهم حاجه البروتوكول الصح لاستخدامه. بستخدمه على بشره نظيفه وجافه، وبعمل باتش تيست الاول. لو حد مش عارف ازاي اسالني في الكومنتس. وبدخله روتيني واحده واحده، الاول مره في الاسبوع، بعدين مرتين، بحد اقصى 3 مرات في الاسبوع. البرودكت ده له مكانه خاصه في قلبي ليه. انا اللي عارفني عارف ان انا حواجبي حاجه كبيره جدا في حياتي، فانا من فتره كده عملت مايكرو بليدنج، كان شكله فيك وقاضه وحش قوي، والبيلينج سيرم هو اللي خلاه يفيد. فان ساتش بيلينج سولوشن يكون افكتيف مع حبر، اكيد مفيش تصبغات في الجسم هتكون اقوى من كده. بعدها استخدمته على عقل الصوابع، عندي كانت غامقه شويه وفتحها، فهو افكتيف قوي. واوعوا تنسوا ان انتوا ترطبوا الجلد كويس قوي بعد استخدامه، خصوصا المناطق الحساسه زي الارمبيتس. ودايما بدي ريكومنديشن ان احنا نستخدم الاي برودكتس على الارمبيتس كمان، بتدي فرق حلو قوي. نفس الرينج بتاع الزيت عندهم برايت اي كريم، هو كافيين وكولاجين وبانثينول وهيروليك اسيد وفيتامين اي وكومبوننتس حلوه قوي، بتخلي البشره بتاعت تحت العين شكلها ناعم وصحي جدا. بجد يعني لازم تستخدموا منتجات تحت العين على الارمبيتس كمان. ونفس السكين كير روتين بتاع زيت فيه مرطب ناعم وخفيف وحلو قوي، طيب قوي. عندهم بادي كير رينج كامله، حتى الريزرز عندهم، فالبراند بجد حلو قوي قوي. ده بارت 7 وهتكلم معاكم فيه عن عادات شعبيه عن قص الشعر. جدتي الله يرحمها كانت بتقولهم لنا، وبجد شعري بقى في حته تانية خالص لما بقيت بعمل بيهم. وكل البنات اللي بجد شعرهم استثنائي قوي وحلو قوي اللي عدوا عليا في حياتي، كلهم مؤمنين بالعادات دي جدا وبيعملوا بيها. عادات سبيريتشوال قوي. لو اللي بيقصلك شعرك مش بيحبك او بخيل، شعرك هيعجز ومش هيطول. واللي طلع مش بس كلام مرسل او مثلا معتقد شعبي قديم موروث، لا ده طلع له اساس في علم الطاقه. الشعر بيخزن الذكريات والمشاعر والعواطف والطاقه، فحرفيا خزان احزان. فاي حد بيلمسه او يقصه او يحتك بيه بالمعنى الحرفي بيتعامل مع خيوط من طاقتك. لما بنيجي نسلم على حد نمسك ايده او نمسك حد من كتفه او حتى نحضن حد، فتبادل الطاقه اللي بيحصل بملامسه الجسم ده تبادل طاقه عابر، الجسم بيتخلص منه بسهوله. بس الشعر مختلف. فلما كل اسبوع اروح لكوافير هير ستايلست معرفوش لو يفضل ماسكه في ايده بالساعتين 3، ما تستغربيش ان ليه شعرك مش بيبقى كويس مهما عملتي له. ما تقصيش جزء كبير من شعرك مرة واحدة فجأة، الشعر بيعجز وبيزعل. كل سنتيمتر من شعرك شايل الفترة اللي تولد فيها السنتيمتر دي. فلما بتقصي جزء كبير قوي، فمن منظور علم الطاقة انت اكنك بالظبط بتشيلي جزء كبير قوي من ذكرياتك ومن حياتك القديمة. هيبقى تغيير مربك جدا جدا لطاقتك، الشعر بيتأثر جدا. ارمي شعرك المقصوص في البحر، يا بخته قوي. بما ان شعرك هو امتداد لطاقتك والهاله بتاعتك، فان احنا نتخلص من الشعر المقصوص في مكان طاقته قويه جدا ومتجدده جدا زي البحر، انه بيساعد على تفعيل طاقه جديده للنمو. اكنك بتقولي للكون خد القديم واديني بقى شعر جديد وتحفه. بلس ان الملح اللي موجود في البحر بيقضي على الطاقه السلبيه، وشعرك امتداد لطاقتك وللهاله بتاعتك، هيفضل سامعه واكن في كده سبيريتشوال بوند ما بينك وما بين شعرك اللي انت رميتيه في البحر.
قصي شعرك في نص الشهر العربي، ده مبدأ مستخدم في علم الطاقة والفلك القديم، ان شعرك وضوافرك بيمشوا مع دورة القمر، فقص الشعر او الضوافر في نص الشهر لما القمر يكون فول مون بيساعدهم يطولوا اسرع. وعلميا بالفعل في دراسات كتير قوي موثوقة بتقول ان الجسم كله بيتأثر بدورة القمر، زي المد والجزر وحالتنا المزاجية ونومنا. طبعا قبل ما نقص شعرنا ما ننساش ابدا نسمي الله ونقول آية قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم. ماجيك. last but not least، قص الشعر ملوش قواعد ولا قوانين، مش كل شهر ولا 2 ولا 3، لا قصي شعرك لما يكون محتاج يتقص. اصل انت لو قصيتي شعرك مره كل 3 شهور وانت هتموتي ويطول، هيلحق يطول امتى؟ شعري بايظ، ما هو مقصف، ما هو جايف، لازم اقصه. اعتقد انت لو اتفرجتي على الفيديوز اللي فاتت هتعرفي تعملي ايه بالظبط. بصوا، من اكتر المنتجات اللي مستحيل استغنى عنها في العنايه بشعري، مستحيل، مع ان الناس بتعتبره جريمه في منتجات الشعر، هو السيليكون بيزد سيرم. السيليكون بيست سيرمز بيعملوا بيلد ابس، ممكن ان هم يجففوا الشعر، يعملوا فيه مشاكل كتير، بس لما نستخدمهم غلط. طب ازاي بقى نستخدمهم صح؟ السيليكون اكنه كده بيكوت الشعرايه من بره، بيقفل عليها، بيقفل على اي حاجه جوه الشعرايه. فلو الشعرايه مترطبه هيقفل على الترطيب اللي فيها، هيخليها ما تهش وهيخلي شكلها صحي وبيلمع وحلو. ولو الشعرايه مش مترطبه هيزود الموضوع سوء وهيزود الجفاف، لان هو بيقفل على حاجه اوريدي جافه، فالجفاف هيزيد اكتر. لو شعري وهو مبلول بكون حاطه قبلها ليفين كريم، ولو على شعري وهو ناشف بكون حاطه كونديشننج ووتر، رشاها على شعري شويه خفاف كده. كونديشننج ووتر بتبقى ميه معدنيه وعليها شويه ليفين كونديشنر. انا كنت قايله لكم الطريقه دي، لو حد عايز يعرف تفاصيل عنها اكتر يسالني في الكومنتس. لو بتستخدمي سيرم زي ده يكون عليه سيليكون، مثلا السيرم ده فيه 3 انواع سيليكون هكلمكم عنه في اخر الفيديو. لازم يكون البيست فريند بتاعه معاه يكون شامبو فيه سلفيت مره اتليست كل 10 ايام، وكده هتلاقي نفسك هتاخدي اقصى استفاده في الدنيا من السيليكون بيست سيرم. في انواع كتير قوي حلوه في الماركت سواء مصريه او مستورده، بس ده مميز عشان هو كمان فيه هايدريتنج ايجنت، يعني هو فيه ارجان، والقوام بتاعه معظم السيليكون بيست سيرمز بيبقى قوامها ستيكي، بتبقى تقيله شويه، فمش مش بتتوزع على الشعر كده بطريقه ايفن، بيبقى شكلها مش احسن حاجه. بس ده يعني مش ستيكي خالص، يعني هيقع. انا هودي دول فين؟ مش خساره دول. بصولي على حلاوه الشاين اللي بيديها يعني. بس انا مرطبه شعري كويس قبل ما استخدمه. بيغلف الشعرايه من بره، بيحافظ عليها بقى من التراب، من الرطوبه، من اي حاجه عموما. لو بتستخدمي حراره فهيحافظ عليها من ضرر الحراره لاقصى حاجه ممكنه، بس كده كده يعني الحراره اكيد مش ريكومندد في اي حال من الاحوال. بصوا يعني هو ده السيرم شكله، ما اعتقدش ان هو باين قوي من كاميرا، فهكتب لكم اسمه في الكابشن. هو بتاع شركه سباير، الشركه اللي هي عامله تيلو فالو وعامله براندز كتير، فالشركه كريديبل، والسيرم بجد الكواليتي بتاعته حلوه قوي قوي وافوردبل ولذيذ، فهايلي ريكومندد. تاني عشان نعتبر ان الفيديو ده احنا بنذاكر فيه ازاي نستخدم السيليكون، لازم شرطين. اول حاجه ان انا انضف شعري كويس جدا مره كل اسبوع او 10 ايام بشامبو يكون فيه سلفيت. تاني حاجه احط السيرم على شعر مترطب كويس قوي. انا ما عنديش هدف. في واحده ست مش عارفه تتفرج عليا ليه، بس انا مش عارفه انا عايشه ليه، يعني انا هدفي ايه؟ انا عايشه ليه؟ لو انت بتفكر كده فانت مش ما عندكش هدف، هو انت بس احنا معظمنا حاطط للاهداف يعني صوره نمطيه جدا، ما اعرفش مين اللي قايل لنا عليها، وما اعرفش احنا حاطينها ليه اصلا. احنا حاطين للاهداف صوره كده مجعلصه قوي، بومينج قوي، اللي هو الهدف لازم اكون مثلا رائده فضاء، عايزه اكون اغنى واحده في الدنيا. مش لازم خالص دي تكون الاهداف، ممكن الاهداف تكون حاجات بسيطه جدا بس تحسسني ان انا متحمسه ان بكره يجي عشان اشوف لما الهدف ده يحصل الله ايه اللي هيحصل بقى. ممكن تكون حاجات عبيطه جدا، ممكن يكون عندي هدف ان انا احوش عشان عايزه اجيب بريسلت، عندي هدف ان انا عايزه اطول شعري، عندي هدف ان انا بطول رموشي، عادي ممكن يكون ده اهداف صغيره. بس الفكره ان الاهداف الصغيره دي اللي انا بحققها على المدى القصير، اللي هو مثلا عندي هدف الاسبوع ده اعمل كذا، عندي هدف الشهر ده ان انا عايزه احوش اجيب كذا. الاهداف دي اصلا بتخلينا نبقى واثقين في نفسنا، لانها بتحسسني ان انا اصلا عندي قدره ان انا يبقى عندي كوميتمنت لنفسي، اللي هو انا اقول انا هعمل ده، انا عايزه اعمل ده وعملت ده. فلما بعمل الحاجات الصغيره دي اكني كده باخد ثقه في نفسي او بطمع في نفسي ان انا يبقى انا طالما عرفت اعمل ده يبقى ممكن اعرف اعمل حاجه اكبر سنه. من احلى
احلى الحاجات اللي دخلت حياتي. so excited ان اديلكوا recommendation دي. لو هختار منتج واحد بس يكون معايا كل يوم وطول اليوم وكل الاوقات، هيكون اكسس وايت تونر. رشتين على وشي كله بيدوني نضاره وحلاوه من غير اي مجهود، اكني عامله فول سكين كير روتين بقالي ساعتين واقفه قدام المرايه. هو 8 انواع هايلورونيك اسيد و5% نياسيناميد وحاجات كتير قوي تانية حلوه. في البيت، في الشغل، في الشارع، بشرتي حلوه، بشرتي مرهقه، حتى ميك اب، مش حتى ميك اب، في كل الاحوال بيخلي بشرتي حلوه قوي. ومش اللي هو 10 دقايق والدوي جلاسي سكين افكت ده يروح، لا بيقعد ساعات طويله. وهو طبعا كتونر، فاستخدامه الاصلي بيبقى اول ستيب في السكين كير روتين بعد ما نغسل وشنا على طول وقبل اي برودكت تاني. ولكن استخدموه كمان بالطريقه بتاعتي دي ككاجوال هايدريتنج ميست في اي وقت خلال اليوم، وهتحسوا بفرق التحفه في بشرتكم.